بنشتغل على يعني 2013 حاولنا نعمل فيها كده حصاد مختلف. تذكرنا الرئيس المعزول مرسي وأداءاته، والحقيقة كانت مفاجأة من العيار الثقيل إنه خلال 12 شهر ألقى 59 خطاب، وكانت مفارقة أشد لما عرفنا إنه في ال 59 خطاب لم يذكر القدس اللي كانوا بيتاجروا بيها وقضية فلسطين واللي لسه حماس بتتاجر بيها لحد دلوقتي. واعتقد انه اللحظه تستحق ان احنا كمان نبص على الشخصيات المحوريه في هذا العام. واحده من هذه الشخصيات المحوريه الفريق السيسي. عايزين برضو نحاول نبص شويه على يعني اداءات الرجل عبر اللغه اللي تعامل بيها معانا. خلونا نشوف يعني عدد من هذه الكلمات والمقاطع الصوتية ونرجع نفتكر هو الفريق السيسي ليه بقى شخصية محورية العام الماضي بهذا الشكل. المصريين لما أرادوا التغيير غيروا الدنيا كلها. طبعا غيروا. نعم، عايز اقول لكم لما جيش مصر نزل حماكم وقعد 18 شهر ايده ما تمدتش. خلي بالكم من الكلام ده كويس، انا بقول دي فرصه، انا الكلام ده بقوله لزمايلي الضباط اللي موجودين، لكن في فرصه ان انتم كلكم موجودين دلوقتي عشان تبقوا عارفين احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسكوا. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. احنا قدمنا للرئيس السابق 3 مرات 3 تقديرات استراتيجية بالموقف وتطوراته وتوصياتنا ان المطلوب تتعمل عشان يتجاوز الازمات اللي هيقابلها. اقسم بالله تاني انا اتقال لي احنا جايين نحكم 500 سنة. احنا جينا عشان نحكم 500 سنة. طب ازاي انت هتحكم إذا رضي الناس بحكمك؟ أنت هتحكم طالما الناس راضيين عن أدائك. أنت هتحكم طالما الناس قابلينك. نحن مسؤولين أمام الله وأمامكم يا مصريين. أكمل التوفيق وأقول وكمان يا عرب وكمان يا عرب عنكم جميعا. كل إجراء من الإجراءات اللي تمت كانت بتبقى إجراءات شفافة ونزيهة وأمينة ومخلصة، وكمان فيها فهم للي احنا رايحين له. لو ما كناش يا جماعة هنتعامل ونحل المسائل هيحصل إن احنا ندخل في حرب أهلية بين الناس وبعضها. بيتقال إن ده حكم عسكر. لا والله ما حكم عسكر، ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر. أنا عايز أقول لكم شرف إن احنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندي شخصيا من شرف حكم مصر. إذا لم تجد صيغة كحاكم إنك تحيد القوة المضادة ليك اترك الحكم. طبعا حتى لو كان ده صحيح. مظبوط يا فندم. لا استنى، حتى لو كان ده صحيح انت دخلت في صراع مع القضاء ودخلت في صراع مع الإعلام ودخلت في الصراع مع الشرطة المدنية ودخلت في الصراع مع الرأي العام وكمان دخلت في صراع مع القوات المسلحة. الجيش المصري ركيزته الأساسية هو الفرد المقاتل الشريف المحترم اللي جاي من الغيط وجاي من كل حتة في مصر، جاي يدافع عن بلده ويحميها. البندقية الواحدة اللي ممكن تخش وتتسرب وتبقى موجودة في ايد مجرم
او ارهابي هتأذي ناس كتير قوي. لازم القوات المسلحة تبقى دايما في اعلى درجات الاستعداد، ودايما تبقى في اعلى درجات الكفاءة، ولا تنشغل ابدا عن كفاءتها القتالية. اذا كان حد يتصور ان في حد ممكن يبقى ايده اقوى من الدولة، لا 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 لا، ده عنده مشكلة. مستقبل 90 مليون، امان 90 مليون، استقرار 90 مليون. اوعى حد يتصور ان ممكن ده احنا ممكن نسيبه، لا والله، بدمنا بقى، وهنبقى شهداء، لان احنا بنقاتل في قضية عادلة، قضية حق. عايزين كل الناس تعيش في سلام وامان، محدش يبقى خايف، محدش ما يبقاش امن في بيته ولا هو ماشي في طريقه ولا راح شغله، ان حد ممكن ابدا يتعرض له او يأذيه. القوات المسلحة وانتم منهم يستحمل النار، يستحمل الحديد، لكن ما يتخدش من الكلمة، يجرح، يهان. والإهانة في العسكرية المصرية إساءة للكبرياء الوطني، ما بنستحملهاش. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. نوجه التحية لكل الشهداء، نوجه التحية لكل الشهداء، شهداء مصر. يعني كل يوم في شهداء من مصر عشان خاطر مصر، فبرضه اسمحوا لي ان احنا نوجه لهم التحية، وانا اوجه لهم التحية العسكرية الحقيقة، يعني لهم جميعا، واوجه لكم انتم كمان التحية على اللي بتعملوه. انتم كلكم، كل ضابط وكل صف ضابط وجندي في الجيش وفي الشرطة واقف في الشارع عشان خاطر يحمي مصر وعشان خاطر يحمي أهل مصر. نحن جيش وطني شريف، لا يخون ولا يتآمر ولا يخدع أبدا، ولن يكون. لازم يكون عندكم ثقة في الله قبل كل شيء، ثم في أنفسكم، ثم في جيشكم وفي الشرطة المدنية. لازم يكون عندكم ثقة إن احنا إن شاء الله قادرين، إن شاء الله قادرين على العبور بمصر للاستقرار وللأمن والسلام والتقدم. اوعوا الكلام ده يأثر فيكم أبدا. نحن على الحق المبين، نحن على الحق المبين.